الصوت اللي كان بيخبط طلع جاي من حد جوه الأوضة نفسها، بس ما كانش حد غريب. وقفت قدام باب الأوضة والصوت بيخبط تاني، بس قربت من الباب بالراحة وحطيت ودني عليه وسمعت صوت نفس تقيل زي حد واقف ورا الباب بالظبط. رجعت لورا خطوة، لكن الموبايل في ايدي اتهز. بصيت عليه، ظهر نفس الموقع الأسود تاني، وظهر نص جديد: افتح الباب وإلا هنفتحه إحنا. قبل ما اتحرك الأكرة بدأت تتحرك لوحدها. الباب اتفتح لوحده. بصيت جوه. الأوضة كانت فاضية، مفيش سرير، مفيش دولاب، بس في حاجة واحدة بس في نص الأرض: كاميرا قديمة شغالة، والعدسة موجهة ناحيتي أنا. قربت منها وقلبي بيدق بسرعة، وفجأة شاشة الموبايل اشتغلت لوحدها. ظهر فيديو ليا أنا واقف قدام باب الشقة. بس الفيديو كان قديم، من أول يوم دخلت فيه الشقة. والفيديو ظهر فيه حد ورايا، حد واقف وساكت وبيصورني. بطلت أتنفس لأن الشخص اللي في الفيديو كان واقف ورايا دلوقتي، ورايا حالا. ببطء لفيت وشي، ما شفتش حد، لكن الموبايل وقع من ايدي، والفيديو لسه شغال، والكاميرا بتصور مكاني انا. بس انا ما كنتش ظاهر في الصورة. وظهر اخر سطر على الشاشة: تم اضافة ضيف جديد، وظهرت شبكة واي فاي جديدة باسم الشقة 2.